يحيى. أعزائي المستمعين، كان عمارة بن حمزة من أكثر الناس كرما ومن أشدهم اعتدادا واعتزازا، حتى حاول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أن يكسر من اعتزازه فلم يفلح. ويحكى أن المنصور أوصى أحد خدمه عندما يأتي عمارة ويستقر به المجلس، وكان مجلسه بالمناسبة قريبا من أمير المؤمنين، أوصاه أن ينتهز الخادم فرصة فيحل حمائل سيف عمارة، بحيث إذا قام سقط السيف على الأرض، وكان مقبض سيفه من الذهب الخالص. وبالفعل تمكن الخادم من ذلك،